بحلقة اليوم أيضا السيد باسل الكاظمي الخبير في الشؤون الاستراتيجية. أهلا ومرحبا بك سيد باسل. أهلا بكم وبالسادة المستمعين وبكافة أبناء القوات الأمنية الغيارة. أهلا بك سيد باسل. في البدء هل ترى بأنه الجيش العراقي الذي كان يشكل رمزية بين جيوش المنطقة وما حدث له من انهيار عام 2014 وما تلاه من أحداث من خلال معركة الموصل ومتابعتكم لها، هل ترى أنه استعاد قوته وهيبته ورمزيته؟ سيد العزيز، كان الجيش العراقي في السابق يعتبر من الجيوش المعترف بها ويقف الجميع لديه إجلالا حول انتصاراته وحول الإمكانيات والمهنية التي يمتلكها. أما بعد سقوط النظام بعد سنة 2003 دخول القوات الأمريكية وحل الجيش العراقي، والطامة الأكبر بأنه قد أتوا سياسيين الطبقة السياسية ليس أهل لهذه المناصب واستحلوا مناصب وجعلوا في دفة الحكم أناس ليس مهنيين، أناس بعيدين عن كل هذه الوزارات والمؤسسات. فلولا هذه التداعيات ولولا بأن هذه المحافظة والشخصيات الغير مهنية ما كان الجيش قد رأيناه بأن يكون هنالك اختلال في الجيش، ويكون هنالك بأن بعض المحافظات قد أعطيت على عصابات داعش بسبب ضعف الجيش العراقي. ولكن اليوم نرى القوات الأمنية قد عادت هيبتها في العراق وأمام الجميع، وبدأ الجميع الدول وفي المنطقة خاصة بأن يعترف بأن اليوم الجيش العراقي جيش جبار، كون يوجد هنالك أدلة كثيرة من ضمنها بأن اليوم الجيش العراقي قد واجه هجمة شرسة ودحر عصابات داعش، هذه العصابات التي اليوم العراق يقاتل بالنيابة عن الجميع. فنتمنى بأن بعد هذا اليوم أن يكون هنالك إنجازات أعلى ويكون هنالك إثبات بأن جيش العراق قد عاد كما كان في السابق. نعم. سيد باسل، اسمح لي سأعود إليك بعد أن نستمع إلى آراء المواطنين مجددا. معي أبو محمد من ديالى. أبو محمد تفضل. عليكم. وعليكم السلام يا أبو محمد، تفضل. تحياتي لك ولضيفك الكريم. تحياتنا لك أيضا. وأبو محمد، ما هو رأيك بموضوع الحلقة؟ موضوع الحلقة يا أستاذ العزيز، احنا اليوم ما يصير نتكلم عن السياسة وعن الأحزاب وهذا. احنا اليوم المفروض نساند مقاتلينا، نساند قادتنا اللي جاي يدافعون عن أرض العراق. نعم. احنا جيش، نعم، نعيد هيبتنا ونبني وطننا ونبني وطن جديد نعم. أنا أسألك أبو محمد، هذا نعم. الجيش العراقي من خلال متابعتك إلى معركة الموصل، ترى أنه الآن الجيش العراقي يشكل رمزية لجميع المواطنين العراقيين في ديالى وفي غيرها من المحافظات؟ نعم، أثبت العكس لكل البلدان، أثبت العكس الجيش العراقي. نعم. يحررون ويساعدون وينقذون أهلهم قبل تحرير الأرض. نعم. هذا شيء مهم يا أستاذ العزيز. نعم. أما اليوم احنا ما يصير نتكلم عن كتلة والله زاروا أمريكا والله، هذا ما يوصل لنا أي شيء. الدول إذا كانت تريد تساعدنا من أول يوم دخل الإرهاب، طيارات موجودة تكنولوجيا، يساعدونا بأي شيء يعني. مو هسه ورا سنتين قتل ما قتل وهجر ما هجر اليوم يقولون نساعدكم. نعم. ساعدونا، لا مش ما ساعدونا قبل سنة. بال 2007 القاعدة في ديالى الأمريكان صفوها بيومين. نعم. اليوم احنا صار 3 سنوات حرب مع الدواعش. يعني ترى أنه الجيش العراقي، أفهم من كلامك يا أبو محمد أنه الجيش العراقي هو الذي حرر الأرض والآن هو القادر على حمايتها مستقبلا، والعراق ليس بحاجة إلى قوات أجنبية. كل عراقي لازم يكون جندي مدافع عن الأرض، إذا مو باليد بالكلام، وإذا مو بالكلام بالدعاء. احنا بالدعاء من ديالى نساند أهلنا بالموصل والمقاتلين والقادة. نعم. شكرا لك يا أبو محمد من ديالى. مشكلة. نعم. ما هي المشكلة؟ مشكلة بالترددات الأول غيروا لنا التردد مال نوى بديالى جاي نشوش عليه، وقت الحلقة يصير تشويش عليكم. نعم. يعني سنحيل طلبك إلى القسم الفني. شكرا لك يا أبو محمد من ديالى. أعود إلى ضيفي السيد باسل الكاظمي. ما فهمناه من كلام المتصل أبو محمد من ديالى يقول بأنه الجيش هو الذي حرر الأرض، والآن يعني صار إلى اتفاقيات خارجية ودخول قوات أجنبية
وهذا الجيش هو الأجدر بالدفاع عن العراق وهو القادر على حمايته. يعني هذا ما هو رأيك سيد باسل؟ سيدي العزيز، يوجد هنالك مقولة تقول بأن أهل مكة أولى بشعابها، نعم. أو أدرى بشعابها. فاليوم مهما تكون إثبات حسن النوايا إن كانت من الجانب الأمريكي أو أي جانب من الجوانب، عدا الجيش العراقي لا يمكن هنالك بأن يكون هو اللاعب الأساسي والعنصر المهم في الساحة. فاليوم نحن رأينا بأن أبناء القوات الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب وأبناء الحشد الشعبي قد ضحوا، ويوميا قد أعطوا قوافل من الشهداء. فاليوم لا نريد بأن يكون هنالك سرقة لهذه الانتصارات، سرقة للدماء الذي رحلت. فعلينا اليوم بأن ندرك بأن 4 محافظات قد أعطيت ودحرت عصابات داعش بها من قبل كل هذه المفاصل الأمنية بسواعد لأبناء القوات الأمنية. فاليوم تأتي الجانب الأمريكي يحاول بأن يشارك الحكومة العراقية ويقول أنا من العناصر المهمة بأن دحر داعش وكل هذه المسميات. لا، نحن اليوم أثبتنا إلى الجميع، وكما تفضل المواطن الكريم، أثبتنا إلى الجميع بأن اليوم نحن شعب يتمرض ولكن لا يموت. ولكن يوجد هنالك مسألة وعنصر مهم ومن أهم النقاط: هل اليوم الطبقة السياسية سوف تثبت حسن النوايا وتدرك بأن كانت هنالك مؤامرة من قبل بعض السياسيين الذين كانوا يتعاملون في الوكالة، الذين كانوا يتعاملون لأجندات خارجية وإلى بعض الدول وبعض السفارات؟ نعم. هل اليوم سوف يفحى هذا الضمير ويقول بأن كفى مؤامرات، أبناء جلدتنا قد ضحوا الكثير وجعلناهم بين المطرقة والسندان؟ نعم. يجب علينا اليوم أن نترك كل المسميات ونلجأ ونقول العراق ليس شيء أكبر من العراق. سيدي العزيز، اليوم لا السعودية أكبر من العراق، ولا قطر، ولا أي دولة، ولا أمريكا. العراق يجب أن يكون بأعين الجميع. وعلينا اليوم بأن إذا لدينا من الغيرة والحمية على العراق ونعترف بأن نحن عراقيين، فلنثبت إلى الشعب العراقي بأن نحن عراقيين. كفانا مؤامرات، كفانا عبودية، كفانا بأن نخضع إلى بعض الدول. علينا أن نكون واحد من زاخو إلى الفاو. كفانا بأن اليوم البرلمان الفلاني يمثل المحافظة الفلانية. لا، هذا لا يمكن. يجب من يصوت في داخل البرلمان يصوت بالنيابة عن الجميع من زاخو إلى الفاو، كما يصوت على البصرة، يصوت عن الأنبار والديالة وكربلاء والفجر. يجب علينا أن نعيد النظر. وخلاف هذا والله العظيم أنا أرى بأن الشارع العراقي بعض اليوم لا يرحم السياسيين. اليوم قد وعى الجميع، ابن الأنبار وعى، ابن البصرة وعى، كلنا وعينا بأن مؤامرة كبيرة. ومن هذه المؤامرة؟ من الشركاء، من يدعون بأنهم يمتلكون الجنسية العراقية. فاليوم نحن مقبلين على مرحلة جديدة، ولكن هذه المرحلة لا نقبل بالمزايدات على أبناء جلدتنا. نعم. سيد باسل، يعني بنفس السؤال، يعني ترى أنه الآن بعد نجاحات الجيش العراقي من خلال معركة الموصل، أيضا يعني الآن سياسيا هل سيتم دعم الجيش هذه الخلافات السياسية؟ وبالتالي يعني هناك من يقول أنه هذا الجيش الآن الذي الآن بدأ يعود إلى هيبته ورمزيته، يعني يمثل جميع العراقيين، يجب إبعاده عن التحزب والسياسة يعني ضمان استمرارية نجاحه. ما هو ردك؟ سيدي العزيز، في جميع الأصعدة، في جميع الدول المتحضرة والمتخلفة، نريد أن نقول بهذه المسميات، لا يمكن بأن يتدخل الجيش مع السياسة.
يجب أن يكون الجيش في وادي والسياسة في وادي. أنا قلتها قبل قليل وأكررها، من أوصل العراق إلى هذه المرحلة وإلى الهاوية هو سببه التدخل السياسي مع الجيش. من اليوم عوائلنا مهجرة بسبب تدخل السياسي مع الجيش. يجب بعد هذه المرحلة القادمة أن لا نسمح لأي سياسي أن يتدخل في موضوع الجيش. واليوم كذلك الجيش العراقي كذلك لا يسمح بأن من السياسي أن يتدخل. كون اليوم من الجيش العراقي قد أعطى وضحوا بأرواحهم على طبق من ذهب لأجل بأن تبقى راية العراق ترفرف في سماء جميع المحافظات. في المرحلة القادمة سوف تكون هنالك سياسة جديدة. أنا أقول سياسة جديدة من الشارع العراقي، أنا أقول سياسة جديدة من الطبقة المثقفة، أنا أقول سياسة جديدة من الرموز المجتمع. علينا أن نتصدى أن لا نضع أي منفذ لبعض السياسيين ومن يصطادون في الماء العكر بأن يعيدوا الكرة كما كانت في السابق، وإن عادت سوف نرجع إلى المربع الأول. فنرى جميع المؤشرات وجميع المعطيات تشير بأن اليوم السياسي يجب عليه أن يعرف حدوده، لا يتدخل في الجانب الأمني ولا حتى رجال الدين، ورجال الدين لا تتدخل بالجانب السياسي أو الجانب الأمني. علينا اليوم أن نحافظ عن هذه الانتصارات. علينا سيد باسل نمتلك هذه الشجاعة، سيد باسل ونستثمر الشجاعة بإعادة أهلنا وأحبتنا في المحافظات الغربية. سيد باسل اسمح لي يعني أعود إلى آراء المواطنين وبعدها سنعيد لنكمل يعني أسئلتنا ويعني ما كنت قد بدأت به. معي محمد من ديالى. محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام يا محمد تفضل. أشكرك على البرنامج الرائع، ونهني الجيش العراقي بالانتصارات إن شاء الله على كافة الدواعش. نعم. من أي جهة يعني الدواعش اللي يعاركون مقابلهم واللي يعاركون بظهرهم. نعم. فعندي منه يعني طلب سيد هذا العامري. عندي ابن عمي قبل سنتين راح يطلع إجازة من بغداد. نعم. وخذت استخبارات بدر، خذوا 3 2 طلعوهم. نعم. على مثلا 2 طلعوهم، وهذا الثالث صار سنتين. يعني ثق بالله حتى والدته سرطان وماتت من القهر من كثر ما تدور عليه. يعني هسه يستشهد لك مثل يستشهد غير واحد ويجيبون له جنازته احسن ما يضل يعني سجن ويندلونه يواجهونه همين احسن. الحد قبل اسبوع اجاهم واحد قال لهم عمي انطوني 10 ملايين ووصل لدفنكم. نعم. ثق بالله والده الشبير ادم الشبير مريض قام يشد على البوب وهو نازح قاعد يكرف وانا بخانتي. نعم. انت نازح من جلولاء، من السعديه، من جلولاء. طبعا احنا حضر اللي تابع الاستخبارات بدر. نعم. نتمنى يا محمد ان تكون من الجهات المسؤوله ان استمعت الى مناشدتك يا محمد بن ديالى. شكرا لك. اعود الى ضيفي السيد باسل الكاظمي. سيد باسل، يعني ترى انه مستوى تسليح الجيش العراقي الحالي هو يعني مستوى جيد ام انه بحاجه الى يعني تسليح يعني اكثر، وانه زياره العبادي الاخيره الى واشنطن يعني ستاتي بثمارها من خلال زياده تدريب وتسليح الجيش العراقي، ام انه بصيغته الحاليه هو الان قادر على حمايه العراق من اي اعتداء خارجي؟ سيد العزيز، اليوم الجيش العراقي يمتلك سلاح، نريد ان نعتبر هذا السلاح مشابه الى اي دوله من الدول، ولكن يعني انا بودي ان اتساءل يعني بنفس عن الاعتماد على روسيا ام الاعتماد على امريكا؟ نعم. بالتسليح. هنالك نعم. الفرق بين روسيا وبين امريكا. نعم. اذا قلنا على الجانب الامريكي لم يثبت حسن النوايا ولا يوجد لديه اي مصداقيه. نعم. اذا قلنا على الجانب الروسي دوما يثبت حسن النوايا ويوجد هنالك مصداقيه، ولكن نحن مقيدين اتفاقيه مع الجانب الامريكي، فلا يمكن بان نفتح هذا القيود من الجانب الامريكي، وبقينا لهذه اللحظه نحن مقيدين بهذه الاتفاقيه. ولكن عدنا الى مساله حول سؤال جنابكم الكريم، مساله موضوع الجيش العراقي. الجيش يمتلك سلاح في الوقت الحالي لا باس به، لا اشكال،
ولكن يفتقر إلى التدريب. دوما نحن نرى ومن خلال اللقاءات مع الإخوان الأمنية يقولون التدريب ثم التدريب ثم التدريب. المقاتل العراقي اليوم نراه بأن يجب أن يعاد الهيكلة التدريب. كون اليوم أن نحن نقول لا إشكال بأن في هذه الأوقات لا يمكن بأن يكون هنالك تدريب. لماذا؟ لأن نحن في حالة استثنائية، في حالة حرجة. فاليوم جميع المقاتلين يقاتلون في جبهات القتال. نحن اليوم ليس متهيئين بأنه نترك جبهات القتال ونأتي إلى معسكرات التدريب. هذه المسألة الوحيدة التي يفتقر إليها الجيش العراقي. ومسألة أخرى يفتقر إليها الجيش العراقي بأن يكون علينا هنالك مسألة أخرى من خلال الجيش العراقي بإمكاننا بأن نبتعد عن مسألة الطائفية والعنصرية. نعم. سوف يقول المستمع كيف تكون؟ يجب أن تكون أن عندما نشكل لواء أو فرقة نعطي هذا اللواء بأن من جميع المحافظات تطوع في هذا اللواء. نعم. ابن الأنبار وابن كربلاء والنجف وديالى ونينوى يكون من المتطوعين. إذن يعني أود أن أسأل عن الخدمة الإلزامية التي يعني ناقشها البرلمان العراقي بأكثر من مرة بتساؤل أخير. يعني الخدمة الإلزامية ضرورية في المرحلة المقبلة يعني يتحقق ما تحدثت به؟ الخدمة الإلزامية مهمة، يوجد هنالك مهم ويوجد هنالك أهم. نعم. الخدمة الإلزامية من الأهم بأن تشكل في أوضاع كالعراق. كون اليوم نحن نواجه هجمات، فعلينا بأن تكون هنالك قوة تتصدى إلى هذه الهجمات. هذا من جانب. أريد أن أرجع إلى ما كما تطرقت إليه قبل قليل. الخدمة الإلزامية سوف يكون هنالك تعايش. الخدمة الإلزامية سوف تكون هنالك محبة. الخدمة الإلزامية سوف تبعد النفس الطائفي والعنصري. الخدمة الإلزامية سوف تكون هنالك ملاحمات وانسجامات بين جميع المحافظات، ونبعد هذا الكره الذي زرعه من أتونا من خارج العراق. فمن أهم العناصر للخدمة الإلزامية نبذ الطائفية. نعم. يعني إذن الخدمة الإلزامية ضرورية بالمرحلة المقبلة. يعني يوجد سيد العزيز، أتمنى يوجد نقطة أخيرة أتمنى بأن أوضحها. تفضل سيد باسل. إلى كافة الطبقة السياسية. نعم. علينا اليوم بأن من جميع السياسيين فلينظروا إلى أبناء جلدتهم، وأخص بالذكر من المحافظات الغربية. نعم. المحافظات الأربعة، نينوى، صلاح الدين، الأنبار، ديالى. فلينظروا أين أهلهم. اليوم أهلهم بين المطرقة والسندان. اليوم أهلهم تحت الأمطار، في العرى، في الصحراء. علينا بأن نأخذ في أذهننا بأن من يجلس في الصحراء أمنا أو أختنا أو أخونا أو ابننا أو كل هذه المسميات. علينا أن تكون هنالك استنفار من الطبقة السياسية. رأيت شخصية واحدة دوما وتكرارا وأنا بعيد جدا بعد من هذه الشخصية. رأيت فقط عبد اللطيف الهبيم رئيس ديوان الوقف السني، دوما وتكرارا أراه مع النازحين. نعم. علينا بأن نزرع أمثال هذه الشخصية في جميع السياسات. نعم سيد باسل. علينا بأن نجعل كل أسبوع يوم أو يومين نرحل مع النازحين. نبقى من نعم سيد باسل. يعني مضطر للختام معك بسبب ضيق الوقت. أتوجه بالشكر الجزيل لجنابك لحضورك معنا السيد باسل الكاظمي الخبير في الشؤون الاستراتيجية. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لك. مستمعينا أيضا نتوجه إليكم بالشكر على حسن الإصغاء والمتابعة. في ختام هذه الحلقة أيضا أشكر فريق راديو نوى الذين ساهموا بهذه الحلقة: إيفان حسين بكنترول الاتصالات وزينب اليوسف بالإخراج. أطيب الأمنيات والتحايا مني لكم دائما في الإعداد والتقديم علي الحياني، حتى ألتقيكم بحلقات أخرى من برنامج حديث الموصل. في أمان الله.